لحد دلوقتي الفيديو ده ليك. في اوقات زي الاعياد والاجازات الطويله والصيف بتلاقي الناس عماله بقى تبوست على الانستجرام ستوريز وبوست وانت عملت لايك، بتتحسر بقى قد ايه كل الناس دي فرحانه وناجحه وبتنجح وبتسافر وانت قاعد شغال على الاكسل شيت او على احسن حال يعني قاعد بتسكرول. كانها صوره كده بتتكون جواك ان كل الناس فيها قدام وانت واقف لوحدك خالص ورا، بتحاول بقى وانت ورا كده تجري بكل قوتك عشان تحقق شكل الحال اللي انت حابه ومش عارف. وهو ده بالظبط احساس الليفت بيهايند، واللي على حسب كل هاستنجز غالبا الناس من سن صغير جدا بتبتدي تحس باحساس الليفت بيهايند ده. يعني مش بس في مرحله منتصف العمر سواء في الثلاثينات او الاربعينات، لا ده في ناس عندها 16 سنه وحاسه ان هي برضو ليفت بيهايند. ما هي برضو شايفه ان في ناس في سنها بتفتح مشروعها وبقوا انتربرينورز وهي لسه عندها مدرسه الصبح. وكولين بقى هنا بيقول لك ان السبب الرئيسي في الاحساس ده ان شايف ان الحياه كلها سباق. نقدر نقول ان هي محطوط قدامك اهداف ورا بعض كل واحد فيهم متحدد بوقت معين، لكن المشكله الاكبر بقى ان في ناس بتشوف ان هي مش هتفكر في الهدف اللي بعد ده غير لما تحقق الهدف ده الاول. انا مش هفكر في الاستثمار الفلاني او في السفريه الفلانيه غير بقى لما اوصل في شغلي للحته دي او لما اتجوز واخلف. وهنا بتبتدي تربط حاجات ببعض ملهاش علاقه ببعض، فاللي بيحصل ان هي بتعطلك اكتر وتحسسك اكتر ان انت ليفت بيهايند، كانها لوب كده بتبتدي تخشها وتقعد تكمل فيها. فمستر كولين هاستنجز بقى بيقول لك انك ممكن تفكر في الحياه كسباق مفيش مشكله، لكن السباق ده انت فيه لوحدك. فهو في اكيد حاجات ممكن يكون ليها توقيتات لاسباب كتيره قوي، لكن في حاجات كتيره قوي ممكن نقول ان وقتها مفتوح معاك فيها العمر كله. فركز في كام حاجه القليلين دول اللي هم ممكن يكونوا مرتبطين بالصحه والوقت، لكن بقيه الحاجات اعتبرها كانها باكيت ليست، احلامك على مدار الحياه. ممكن تختار ايه اللي هيتعمل امتى، وحدد انت التايم لاين بتاعك الخاص، وشوف انت عايز تحدد ايه امتى. كمان ماسيو حسين بيقول لك انك اول ما تحس انك ابتدى عندك احساس الليفت بيهايند الحق نفسك قبل ما تمسك نفسك كده وتبدا الجلد فيها على الغلطات اللي عملتها ولا ما عملتهاش. وقف ده فورا وركز انك تسال نفسك ايه اكتر حاجه مناسبه ليا النهارده وفي اللحظه دي اقدر انا اعملها وابدا بيها على طول. لان شعور الليفت بيهايند ممكن مع الوقت يترجم جوايا لجيم اوفر، خلاص راحت عليا، صدق انه خلاص مفيش حاجه اقدر اعملها لنهايه حياتي، ففعلا اضيع الوقت اللي فاضل وانا ببكي على الوقت اللي فات والاطلال واللبن المسكوب وكل حاجه عايزه ابكي عليها. في مشهد في فيلم سول اللي بيحقق فيه جو حلمه للعزف في مكان مشهور جدا، في اللحظه دي بيكتشف انه حلو، هو فعلا مبسوط بس مش فرحان قوي يعني زي ما كان متخيل. ودي بالظبط فكره الارايفل فولسي وغلطه او وهم الوصول. انت بتكون مصدق ان اول بقى ما هوصل للحاجه الفلانيه انا هبدا من اللحظه دي رحله سعاده لا تنتهي، وتكتشف لما توصل لها انها عادي يعني تمام. خليني اختم معاك بقى ان معظمنا جه وقت في حياته واتعمل له بوز، وده بسبب مرض لا قدر الله او مشكله ماديه او حمل او انه حصل التزام اتحط عليه خليته يوقف كل حاجه في حياته لغايه وقت معين وخلاه يركز بس على المشكله دي. فطبعا اول شعور بيحصل له اول ما بيفوق ان ايه ده، هي كل الناس جريت في حياتها وانا اللي واقف. بس خليني اقول لك ان قبول المرحله دي مهما كانت طويله هو المفتاح انك تطلع منها. في وقت ضاع مني سواء بارادتي حاجات ما كنتش فاهمها او حاجات غصب عني، بس يمكن الوقت ده يكون اثقلني واداني القدره ان انا اكمل بقيه حياتي بخطوات احكم واذكى. وعندنا مئات من الناس قدرت بعد وقت متاخر في حياتها ان هي تحقق وتكسر الدنيا في حاجات كثيره جدا بعد ال40 وال50 وال60 كمان. فخد بالك ان اللي بيفرق هنا مش مين سبقك لكن مين عرف يكمل، انك انت تقدر تكون من الناس اللي كملت وسابت اثر. فالرحله دي بتبدا بخطوات صغيره تقدر تبداها النهارده. في النهايه انا مريم عزت وده انفو ببساطه، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب.